الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه له موقف في غاية الجمال والروعة. الموقف ده اللي بيحكيه أحد تلاميذ الشيخ، وده اسمه الشيخ عبد الحليم الحديدي. بيحكي وبيقول: في يوم كنت رايح عشان أصلي الفجر، وأنا رايح الحمامات عشان أتوضى، لقيت واحد كده مديلي ظهره وماسك مساحة وقاعد يمسح في حمامات المسجد، وهو بيمسح بالمساحة شوية مية جم على العباية بتاعتي. قلت له: يا شيخ حرام عليك، ده العباية لسه جديدة والمية اللي أنت بتعملها دي مش نظيفة. عشان اللي بيمسح الحمامات ده يلف لي كده. واول ما شفته اتصدمت. فضيلة الشيخ الشعراوي ما دريتش بنفسي الا وانا طالع اجري عليه اخد المساحه منه وابوس ايده واقول له: سامحني يا شيخ. وحاولت اخد المساحه منه عشان امسح انا، ما رضاش ابدا. المهم بعد ما الشيخ خلص رحنا احنا الاثنين اتوضينا وصلينا الفجر، وسالته قلت له: قول لي يا شيخ، انت ليه بتمسح حمامات المسجد بنفسك؟ قال له: عجبتني نفسي فبذلها. قال له: مش فاهم. قال له: نفس كده عجبتني واتغريت بيها فحبيت اكسرها. قلت له: برضه مش فاهم. رد وقال لي: كالعاده هفهمك يا سعد حليم. وقال الشيخ ان هو امبارح كان عنده محاضره في جامعه القاهره، والمحاضره دي كان حاضر فيها اعداد مهوله، رئيس جامعه القاهره والطلاب بتوع الجامعه كلهم. وبعد ما خلصت المحاضره يا عبد الحليم لقيت الطلبه اتجمعت على العربيه بتاعتي وقعدوا يشيلوا في العربيه، قعدوا يشيلوا العربيه من على الارض شيل. ولما روحت البيت حسيت بسنه غرور في نفسي، قلت: الله، جرى ايه يا امين؟ فوق لنفسك يا امين، انت هتنسى صاحب الفضل عليك؟ هتنسى ربنا سبحانه وتعالى؟ قمت واخد بعض الفجر ونازل زي ما انت شايفني كده امسح حمامات الجامع حمام حمام عشان اذل نفسي واكسرها. يا هو في كده؟ ايه الجمال ده؟ الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه كان أول ما يحس بغرور بس سنة كده في نفسيته كان لازم يذلها ويكسرها. شتان الفارق بين الناس الأيام دي، الناس اللي بتمشي فخورة بنفسها ومغرورة ويا أرض تهدم عليك أدي، وكأنهم ما فيش منهم اتنين. غريب بقى من كل ده إن الشيخ عبد الحليم الحديدي وهو بيحكي الموقف ده كان بيحكيه وهو في قلب المحاضرة عشان طالب من الطلاب، كان طالب جزائري، يقف ويقول له: على فكرة يا دكتور، نفس الموقف ده حصل مع فضيلة الشيخ الشعراوي برضه في الجزائر. قال له: ازاي؟ قال له: الشيخ كان مدعو في الجزائر لإلقاء محاضرة كبيرة جدا، وفي اليوم ده الجزائر كلها خرجت عشان تحضر المحاضرة بتاع الشيخ الشعراوي، لدرجة ان المواصلات في اليوم ده في الجزائر اتعطلت لان البلد بره كانت مليانة ناس، والناس مالين الشوارع ومفيش عربيات بتروح وبتيجي. شيخ جزائري بقى بص للشعراوي وقال له: الجزائر كلها طالعه لك يا مولانا. هنا الشعراوي ما ردش عليه واستأذن 10 دقايق وقال لهم راجع تاني، وال10 دقايق بقوا ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، والشيخ ما رجعش. ولما بدأوا يدوروا عليه راحوا لقوا الشيخ الشعراوي قاعد يمسح حمامات الجامعة حمام حمام. وبرضه لما سألوه رد بنفس الكلمة، قال لهم: حسيت بشوية غرور فحبيت اكسر نفسي شوية. هي ديت اخلاق الشعراوي رحمة الله عليه. ولو انت بقى بتحب الشيخ الشعراوي ما تسيبش الفيديو ده الا لما تدعي له بالرحمة.